انا مش هتكلم، الاكل لوحده شكله بيتكلم. تجربة النهاردة عن مكرونات أبو أحمد، وزي ما انتوا شايفين حب الناس للمكان. يلا بينا ندخل نشوف الكلام بيقول ايه. البساطة في تحضير طبق المكرونة حقيقي يجوع. بصوا نظافة المكان بتاع تحضير الكبدة والصدوق لوحده يأكلك. حقيقي أنا متحمسة قوي للتجربة. يلا بينا بقى نخش على التجربه الحلوه دي مع أبو أحمد. اول حاجه المكرونه الساده. احلى حاجه بقى حبه البصل اللي محطوطين على الوش دول، حاجه كده وهم حلوه قوي. ممكن نحط شطه، نجربها بقى بالشطه كده. حلو ده. انا اول مره ادوق الموضوع ده بالخل بصراحه. نجرب الاختراع ده. ده خل مخفف بس مش محطوط له اي حاجه غير ان هو مخفف بس. لا تحفه. ندخل بقى على طبق تاني. ده مكرونه بالجبنه التركي. بالمناسبه هم ممكن يعملوا لكم اي سبيشال اوردر، يعني اي ميكسات انتوا عايزينها على بعض بتتحط عادي جدا زي ما تحبوا يعني. حلوه قوي الجبنه التركي مع المكرونه. المكرونه السوا بتاعها كويس جدا. حته البصل على المكرونه دي كانت قالت لي من كذا حد قبل كده، فعلا بتودي المكرونه في حته تانية. الصلصه بقى بتاعتهم مميزه جدا جدا جدا. احلى حاجه فيها ان هي ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي، مظبوطه. ندخل بقى على تالت طبق معانا، مكرونه بالكبده. تتبيله الكبده عالميه، خطيره. والسبايسي بقى بتاعها تحفه. فبصراحه طبق مظبوط قوي. ندخل بقى على رابع طبق معانا، مكرونه باللحمه المفرومه. طبق شكله عالمي. ابو احمد بيبدع في اطباق المكرونه بجد. كل طبق مميز عن الطبق التاني. ندخل بقى اخر طبق معانا، مكرونه بالصدق. ممكن ندوق الصدقية كده لوحدها. حلوه تتبيله الصدق. انا من محبين المكرونه بالصدق والمكرونه بالكبده قوي. لا بصراحه خطير. وهنا بقى هندخل على السندوتشات. نبتدي بقى باول حاجه الكبده. احلى حاجه في الكبده عندهم ان هي تقطيعها رفيع، ودي ميزه جامده قوي. الفلفل بقى والخلطه فظيعه حقيقي. هو موجود عندنا في اسكندريه في الورديان. ندوق الصدق. الصدق عندهم خلطته حلوه قوي. ندخل بقى على الجبنه بالصدق. حقيقي الخلطه تحفه. الجبنه بقى جباره. لا عجبني. اكتشاف، والله اكتشاف. الحاجه عنده تحفه. عايزه ارجع بقى للكبده تاني لانها عجبتني قوي بصراحه. المخلل بقى حقيقي الكبده عندهم بامانه بتنافس محلات عاليه قوي قوي. التتبيله بتاعتها فوق. في نهايه تجربتنا المطعم ده بجد والله زي ما قلت اكتشاف. مكرونات فوق الوصف. اكتر حاجه شدتني قوي كبده وصدق، لان انا من محبين المكرونه بالكبده والصدق. وطبعا الجبنه التركي دي في حته تانية خالص. اللي باللحمه المفرومه حلوه قوي بس انا مش من محبين اللحمه المفرومه اصلا. الساده طبعا تحفه. بالنسبه للسندوتشات يعني الكبده والصدق انا عجبوني جدا. الخلطه بتاعتهم ممتازه بامانه. المكان ده لازم اجي تاني ولازم اجرب فيه تاني. العنوان بتاعهم الصينيه الورديان امام مدرسه الشهيد حازم العسكريه. وما تنسوش تعملوا معايا لايك وشير وسبسكرايب وتابعوا معايا كل جديد. يلا بقى اقفل، عايزه اكل. باي باي. وشكرا جدا لاستقبال الحاج ابو احمد لينا ومنيو واللوكيشن في اول كومنت.